تعرض دور السينما المصرية حاليا فيلم 678، وهو أول فيلم من نوعه يسلط الضوء بشكل مباشر على حالات التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء المصريات. وبالتزامن مع الفيلم أطلقت مجموعة نساء مصريات حملة تطوعية تهدف إلى محاربة التحرش الجنسي في مصر وتغيير نظرة المجتمع إلى هذه المشكلة وإقناع المرأة بضرورة وقوفها أمام ما تتعرض له دون خوف. تقرير دينا سمك من القاهرة. يجتمعون هنا في كل يوم تقريبا، وفي أيام كثيرة لا يكونون وحدهم من أجل هذه المبادرة. إنها خريطة جديدة على الإنترنت، ولكن هذه المرة لرصد حالات التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء. التحرش الجنسي ظاهرة موجودة، وللأسف من الحاجات الإطار المجتمعي حط البنت فيها إن هي تخاف إن هي تتكلم، لأنه هي بتبقى الشخصية الملامة من الدرجة الأولى. الخوف ده خلى الشخص ما يقدرش إن هو يتكلم، يخاف إن هو يعني أنا لو اتكلمت الناس هتهاجمني. فالخريطة بتساعد البنات أو الستات إن هم يبقى عندهم جرأة شوية إن هم يشتكوا، إن هم يبلغوا. إنها محاولة لكسر الصمت المفروض حول اضطهاد تتعرض له المرأة في مجتمع لا يقتصر فيه الاضطهاد على النساء. محاولة تشبه تجربة أخرى أثارت الكثير من الجدل في مصر. أنا كل يوم بركب أتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت، عايزين نبقى عقلة ازاي؟ اللي يعمل كده في واحدة يستاهل. فيلم 678 هو أول فيلم يتناول قضية التحرش الجنسي بالمرأة بعد أن فرضت نفسها في السنوات الأخيرة من خلال عدد من الحوادث التي عرفت طريقها إلى الإعلام ومبادرات تجاوبت مع هذه الحوادث. وحاول مؤلف ومخرج الفيلم من خلال رصده لحالات حقيقية تقديم صورة للمشكلة كانت أشبه بتشريح للمجتمع المصري ككل. الصمت اللي موجود في الفيلم نتيجة لقهر سياسي وقهر اقتصادي وقهر اجتماعي من كل الأنواع، وكمان ده أنا شايف إن هو مش صمت نسائي فقط، إحنا في صمت عام من كل الأوجه. يعني في انا والفيلم اتمنى، مش هقول ان انا بدعي ان الفيلم فيه الرساله دي، بس انا شخصيا ان ما حدش يصمت على اي حاجه، لازم يبقى فيه ايجابيه. اي حد مش عاجبه اي حاجه لازم يتكلم. وبهذه الندوات يحاول فريق العمل الوصول برسالته إلى أوسع نطاق ممكن. فقبل عامين تقريبا أصدر القضاء المصري حكما بالسجن في أول قضية تحرش نجحت امرأة في الوصول بها إلى القضاء. ورغم الحكم الذي أثار الكثير من الجدل وقتها، فإن الظاهرة ما زالت منتشرة، وهي تحتاج كما يقول المختصون إلى مواجهات لا تقتصر فقط على القوانين والتشريعات. إقناع الضحية بأنها ليست مسؤولة عن أي جرم يرتكب ضدها هو الخطوة الأولى لمواجهة أي مضطهد لقهر يتعرض له. والتحرش الجنسي ليس دائرة الصمت الوحيدة المفروضة على مجتمعنا، ليس فقط في مصر بل في العالم العربي كله. دينا سمك، الجزيرة، القاهرة. تنضم الآن إلينا من القاهرة رشا حسن العضوة في مبادرة خريطة التحرش الجنسي. رشا، أولا ما هي أهم الصعوبات التي واجهتكم أنتم في هذه المبادرة، خصوصا أنكم من المتطوعات؟ بداية أنا حابة أقول إن إحنا مش مجموعة متطوعات نساء فقط، إحنا مجموعة من المتطوعين سواء بنات أو شباب. معانا كتير الشباب موجودين، ممكن يكون اللي ظاهر منا معظمنا بنات، لكن احنا مثلا عندنا اللي عامل لنا الخريطه الديزاين بتاعها نفسه هو رجل او هو شاب. كتير بيساعدنا، منها محمد دياب برضك، من مؤلف محمد دياب من الشباب اللي بيدعمونا. وده يمكن هو اللي بيميز الخريطه او بيميز المبادره بتاعتنا، ان احنا مش قايمين على ان احنا مجموعه نسائيه فقط، بل احنا شايفين ان احنا بتكامل الشباب او الذكور مع النساء، وبالتعاون مع الذكور هننجح ان احنا نحقق. ولكن ربما العنصر المشترك هنا اذا سمحت لي رشا هو عنصر الشباب كما ذكرتي، يعني سواء انت او سواء ساره التي رايناها في التقرير قبل قليل، واضح انكم يعني في مقتبل اعماركم، وبالتالي ربما هناك طريقه مختلفه ورؤيه مختلفه للحديث والإفصاح عن الأمر، يختلف عن مثلا الأمهات أو جيل أكبر بعض الشيء. إلى أي حد ينعكس هذا على التجاوب؟
بمعنى أن النساء اللي يشاركن في هذا الموقع أو يكتبن إليه يكون عادة صغار السن. بالضبط، هو معظم طبعا المتطوعين معانا من الشباب. مشكلتنا ان احنا الثقافه المجتمعيه الى حد ما بتمنع الكلام عن التحرش او مفهوم، او المشكله ان احنا ما عندناش ثقافه، او ان احنا ما عندناش وعي بايه هو مفهوم التحرش. كتير من الناس فاكره ان التحرش الجنسي هو اعتداء جنسي. ناسيين ان ممكن اللمس غير اللائق، الكلمه، اللفظ اللي ليه مدلول جنسي ده بيعتبر احد انواع التحرش. كتير احنا عندنا في المجتمع المصري الناس الكبار في السن شايفين التحرش هو اغتصاب مثلا، او هو احد انواع الاغتصاب او هتك العرض. لكن احنا دايما كشباب شايفين ان احنا مجرد ما نتعرض للفظ او للمس غير لائق وليه هدف او مدلول جنسي، ده طبعا بيعتبر تحرش. الكبار في السن بيساعدونا، بس بيساعدونا بشكل غير مباشر. مش كلهم طبعا، هم لسه في كتير من الناس شايفه ان احنا مش المفروض ان احنا نتكلم عن الموضوع دوت. لكن بدليل الضجة التي ثارت على الفيلم نفسه رشا، نعم، بدليل الضجة التي ثارت على الفيلم نفسه كان هناك آراء مختلفة، وهناك من رفع دعوة حتى على بطلة الفيلم. إلى أي حد أعطاكم زخم الآن النساء يجرؤون على أن يتكلموا، سواء يعني من خلال هذا الموقع، سواء من خلال الظهور في فيلم من هذا النوع؟ هل هذه نقطة مفصلية؟ هل هناك تحرك في المجتمع باتجاه إيجابي للنظرة للمتحرش بهن؟ بالطبع أكيد في تحرك إيجابي من خلال المجتمع لمواجهة المشكلة اللي احنا بنعيشها. في تحرك من البنات بدأت ان هي تاخد رد فعل الى حد ما. احنا شغالين على الموضوع من سنة 2005. احنا معظم فريق، يعني مش معظم الفريق بس بعض اعضاء الفريق بتوع خريطة التحرش الجنسي كانوا شغالين مع حملة المركز المصري لحقوق المرأة لمناهضة التحرش الجنسي، ودوت كان من سنة 2005. نقدر نلاحظ ان في تغيير طبعا ايجابي من 2005 لحد دلوقتي. اول ما بدأنا شغل على التحرش كان ممنوع تماما، ان احنا حتى التلفزيون، حتى الاعلام نفسه كان بيحس بحرج لما يتكلم عن لفظ التحرش، صحيح، او يقول كلمة التحرش الجنسي. لكن دلوقتي طبعا الناس بدأت تهتم بالقضية، الإعلام، ولكن الاهتمام هل يكفي؟ بمعنى أنه في غياب محاسبة حقيقية. صحيح هناك قوانين، بدليل أن هناك حادثة قبل سنتين حكم لصالح الفتاة، ولكن إلى أي حد المشكلة هي ليست في وجود القوانين وإنما في التطبيق الفعلي؟ أكيد. هل يعني هو دوت الهدف اللي بتنطلق من الحملة بتاعتنا، هو التغيير مش بس قوانين. القانون ما زال قاصرا ونحن نحتاج إلى مزيد من التعديل في القانون طبعا، لكن على المستوى الفعلي احنا محتاجين تضامن الإعلام معانا، محتاجين وبنحاول بالفعل ان احنا ننشر الوعي للإعلام ان هو ازاي يتبنى القضية بمنظور إيجابي وليس بمنظور سلبي. بنحاول على المستوى المجتمعي نفسه، بنحاول على مستوى الفتاة ان احنا بنعمل لها دورات توعية ودفاع عن النفس بحيث ان هي تتكلم. خريطة التحرش الجنسي اللي احنا عاملينها هي برضو احد وسائل اللي بتخلي البنات ان هي تحكي اللي جواها. الدراسة، احنا كنا عملنا دراسة عن التحرش الجنسي، ولقينا ان البنات بتخاف انها تتكلم وبتتكسف، واحيانا بيحصل لها كبت نفسي، ودوت بيأثر عليها سواء في عملها، سواء لنزولها الشارع، سواء لركوبها المواصلات العامة، او حتى يعني وهي ماشية في الشارع. وكتير ان هو مش بيحسوا بالامان في المجتمع. احنا من خلال الحملة بتاعتنا بنحاول ان احنا نديلهم دفع ان هم ما يخافوش، ان هم يتكلموا، ان هم حتى نعم، يعبروا من خلال ان هم يحكوا لنا القصص بتاعتهم على الخريطة بتاعتنا. هتكون كبداية ان هم يحكوا اللي جواهم عن التحرش الجنسي. ويبدو ان هذا الامر يلقى يعني واحدة او نعم، خطوة أكيد خطوة خطوة، ويبدو أنها تلقى فعلا يعني ضربت على الوتر الحساس، بدليل أن عدد الكبير من المداخلات الآن على الفيسبوك اللي استلمناها. شكرا كثيرا لمن كتب إلينا في هذا الموضوع. نشكرك جدا رشا حسن، العضوة في مبادرة خريطة التحرش الجنسي، كنت معنا من القاهرة.